لتتخلص من خطيبها الغبي والطماع، نيان أخذت القرار الأكثر خطورة. دخلت على سرير جوسون زعيم المافيا الأكثر خطورة بالبلد. بالنهاية وافقت تتزوجه، بس بعد فترة اكتشفت بأنه هالرجال مو بس زعيم مافيا مخيف، كمان بهوس، وهوسه المرضي وصل لدرجة أنه حب يحبسها بقفص وكأنها دمية وما فيها تهرب. بالنهاية بنوبة جنون جوسون ولع النار واحترقوا سوا بجحيم بدون مخرج. نيان صحيت واكتشفت بأنه كل شي كان كابوس، بس مو أي كابوس، رجعت بالزمن لورا. كانت بالليلة يلي نامت فيها مع جوسن لأول مرة. وقتها فهمت بأنها لسه ما فات الوقت وإنها فيها تغير مصيرها وتتفادى هالموت القاسي. مقتنعة إنها لازم تبعد عن هالرجال بأي فرصة، وحاولت تهرب، بس أثناء محاولتها صادفت خطيبها تشان، وكانت كتير خايفة ورجعت على الغرفة. برا تشان بلش يعتقد إنه شاف خطيبته، بس ابن عم جوسن وقفه ببرود وقال له إنه مستحيل، هديك كانت غرفة ابن عم جوسن. كان حاول يقرب بس ما قدر يدخل، ومن جهة ثانية من الباب جوسن كان مثبت نظره على نيان وبابتسامة مظلمة عاتبها لأنها خلته فضولي وهلأ عم تحاول تهرب عن قصد. لما كان راح نيان كانت يائسة، اعترفت بأنها خطيبة كان شريك قريب من جوسن. هو شافها ببرود وسألها إذا كانت ناوية تستهزئ فيه من البداية، فنيان نفت بعنف وقالت له كل شي كان سوء تفاهم. بس جوسن بصوت ثابت وخطير ذكرها بكل حركة دلت عليها، مثل كيف لمست إيده وكيف سكبت نبيذ على بنطلونه كرمال إنها تلمسه، وكيف خلصت الليلة على سريره. هي ودموعها المحبوسة طلبت منه ينسى كل هالشي، بس جوسن ما كان ناوي يتركها، وبابتسامة مهووسة همس لها بأنه هلأ صار الوقت متأخر وهلأ صار مدمن عليها، أعلن إنه بده يطلع معها يتزوجها ويخلف أولاد. نيان عرفت إنه إذا ما حطت حد لكل هالشي فوراً النتيجة رح تكون كارثية، مو بس قاسية. قررت تكسب على جوسون، قالت له إنها لسه ما خلصت مع خطيبها، وإذا بلشت علاقتهم من هلأ الكل رح يفكر إنها عشيقة، فطلبت منه وقت. بالنهاية جوسون عطاها وقت، كان عندها مهلة أسبوع لتنهي علاقتها مع تشان، وإذا ما عملت هيك هو شخصياً رح يروح يدور عليه وينهي موضوع الخطوبة بنفسه. وهي بالبيت نيان استلمت مكالمة فيديو من تشان. لا بعد الوقت شكت، بس بسرعة فهمت إنه ما تغير شي، لسه هو نفس الرجال الخائن مثل كل مرة. لما خلصت المكالمة الحقيقة طلعت للعلن. جونا حبيبته ظهرت قدام الكاميرا، سألته إذا كان مهتم بنيان لدرجة إنه يهتم إذا حدا شافه مع جوسن. كان بدون مبالاة نفى أي أهمية، جوابه كان واضح وقاسي، قبل يونا ببرود وبين بأنه نيان ما كانت أولوية عنده. ثاني يوم نيان استلمت باقة ب6 وردات، وبين الأوراق لقت ورقة عليها رسالة مقلقة: العد التنازلي 6. قلبها انقبض. المهلة اللي حطها جوسن بلشت. لما كانت لحالها شافت ظل جوسن فجأة قدامها، وبهدوء مزعج كشف لها إنها كانت صاحبة القبلة الأولى. فنيان حرفياً انرعبت، حاولت تنفي كلامه، بس هو بدون رحمة أكد إنه عنده دليل. طلع تليفونه وورجاها الصورة اللي كانت على خلفية شاشة موبايله. انرعبت كتير وكانت حرفياً مش قادرة إنها تصدق الكلام اللي عم يقوله، وسألت سؤال واحد: كيف حصل على هالشي؟ يعني من وين جاب هالصورة؟ بس قبل ما الرعب يشلها جوسن طمنها بصوت منخفض وثابت، وقال لها إنه ما حدا غيره رح يشوفها. هون اتذكرت نيان بأنه بحياتها الماضية بعد ما تزوجت منه فعلياً صار عندهم 3 أولاد. الدم تجمد بعروقها، وبصوت متقطع سألته عن ليش كتب هالشي بالضبط. جوسن قال لها إنه إذا بدها تعرف لازم تروح لعنده بالبيت نفس الليلة، بس هي كانت خايفة من شو بيعني هالشي، لهيك رفضت. وهو بدون أي انفعال ذكرها إنه لسه عندها 6 أيام لتتخلص من خطيبها. كانت بتتذكر منيح بإنه بحياتها الماضية جوسن قضى على خطيبها بدون أي أثر، بس ثمن هالمساعدة كان عالي جدا. تصير سجينة شخصية تحت حب مهووس من رجال مستحيل أي حدا يتحداه. كانوا قريبين جدا من بعض، بس هي قررت تروح. تاني يوم خطيب نيان حاول يخدعها بعقد، بس بما إنها كانت بتعرف هالشي أخذت المستند لعند أبوها ليتشيك عليه، وأقنعت أهلها إنه خطيبها ما بيحبها وإنه هو بس معه كرمال المصاري،
ووعدتهم إنها رح تلاقي رجال أحسن منه. أبوها وافق يلغي هالخطوبة، بس قال لها إنه الموضوع ما رح يكون سهل مثل ما هي بتفكر. بالليل جوسن كان كتير متحمس لأنه لسه باقي 5 أيام لتخلص نيان من خطوبتها. بعدين نيان راحت على حفلة مع خطيبها وما كانت متوقعة أبداً إنها تلتقي بجوسن. جوسن أرسل رسالة لنيان وقال لها إنها طالعة حلوة، فكان حضنها من الخلف وجوسن وقف ولحتى يقطعهم صفق إيد نيان زي كأنه بيعرفها. كان قال لخطيبته ما تكون بخيلة مع جوسن. بعد البنات كانوا بيهمسوا وبيضحكوا بأنه جوسن رجال لطيف، والملايين اللي رح تصير زوجته أكيد رح تكون أكتر وحدة محظوظة بكل هالدنيا. نيام ما قدرت تمسك حالها وما ضحكت بصمت. هي كمان مرة وقعت بهالجاذبية المخادعة يلي بتخفي روح خطيرة وراها. بالمقابل جونا مصممة تمنع تشان يعرض زواج نيان وسحبته على الحمام. هنيك بين الهمسات يكتشفوا إنه في شخص عم يلحقهم وعم يسجل المشهد بكل سرية. بهذا الدليل عيلة تشان ما رح يكون عندها حجج لتتعارض بإنهاء الخطوبة. بهاللحظة بالذات تشان لما حدا عم يشتبه بشي، وقبل ما يقدر يكتشفها عطى جاكيته لنيان وبدون أي تحضير مسبق قبلها، وبعدين أرسل لها رسالة بيأكد فيها إنه لازم تروح، مع إنه بالواقع هو كان مع حبيبته. جوسن لما عرف شو صار همس لنيان بإنه رح يتكفل بكل شي بده إياه. أخدها على الشقة تبعته وهي كانت بتبصله بشك وبخوف، واعية شو يعني يكون لحالها معه. بس جوسن بصوت هادئ وخطير وعدها إنه رح يكون لطيف. نيان كانت عم ترسم ابتسامة بوشها اللي كانت فيك، بس من جواتها ما كانت قادرة أبداً إنها تتذكر إنه هالرجال بحياتها الماضية كان كل شي من غير إنه يكون رجال لطيف. بسبب هوسه وصلت لأماكن كتيرة زي المشفى تماماً وسوت كتير أشياء. نيان لتكسب وقت اقترحت على جوسن إنه ياخد دوش قبل ما يقرب منها، بس هو بصوت قوي رفض. بعدين فكر بخطة تانية وعرض عليها مشروب مخدر، ولما اثنيناتهم جلسوا على الكنبة جوسن كان واضح إنه هو عم يفقد الوعي، ومع هيك بالحقيقة كانت مختلفة إنه هو كان بيعرف بالضبط شو سوى، وبابتسامة مظلمة تمتم إنه هلأ بما إنه أغراها ما رح يسمح لها تتراجع بنص الطريق. ثاني يوم بالجامعة نيان استلمت علبة شوكولاتة مع ورقة مكتوب عليها إنه العد التنازلي 5. بعد شوي لقيت حالها وش لوش مع جوسن يلي ذكرها إنه لسه عندها 5 أيام، وأمام حيرتها اعترف إنه بالليل الماضي كان واعي طول الوقت، واتهم نيان إنها كانت عم تحاول تلعب معه وتخدعه بس بعيد عن الغضب. هالشي خلاه يرغب فيها أكتر، يعني مو بعد عنها، لا بالعكس يصير مهووس فيها أكتر. كان رح يقبلها بس هون ظهرت صديقة نيان وعزمت جوسن ليأكل معهم بشرط إنه ياخد صديقه اللي كانت مغرمة فيه. وبدون تردد الصديقة بالغلط كشفت إنه كانت بتحلم بجوسن وذكرته بهمسات بالليل. خلال الطريق للموعد صديق جوسن سأله شو رح يصير لما تكتشف نيان هويته الحقيقية، فجوسن ببرود رد إنه هالشي أبداً أبداً ما رح يصير. بالموعد نيان حاولت إنها ترسم كرمال يعني إنها تتجنب جوسن، بس هو فاجأها وجذبها لتجلس بحضنه، وما قدرت تتجنب التفكير إنه هاد جوسن مختلف عن يلي بحياتها الماضية. يمكن الفرق إنه لسه ما تعرفوا على بعض أكتر أو لسه ما عرفت شخصيته أكتر، بس لما بتتذكر نهايتها المأساوية حرفياً بتحس زي كأنها رح تنجن. كمان بيكون عندها سؤال واحد، إذا هو كمان زيها رجع للحياة مرة تانية. المهم جوسن اقترح لعبة، طلب منها تطيعه بكل شي. لما تحدثوا يركع جوسن عمل هالشي بدون تردد، ونيان صارت مذهولة لأنه بحياتها الماضية ما كان بيقبل يسوي أي شي هي بتحكي له عنه. فسألته إذا ما بيخاف حدا يشوفه عم يدل بهاي الطريقة وإنه سمعته وإنه الناس بيعرفوا إنه هو شخص قوي وإنه خطير وما بعرف شو، بس هو رد بكل هدوء لا، لأنه الشخص يلي بيحبه. بعدين لمس وشها بحنان وهي عصبت واستفزها أكتر، وسألها عن لو لساتها رح تضل تعامله بهاي الطريقة كل مرة. بعدها لما طلعوا من الموعد نيان شافت تشان وحبيبته وكانت خايفة. ما كانت خايفة لأنها شافت حبيبها أو خطيبها عم يخونها، كانت خايفة إنه خطيبها يلي بيخونها يشوفها وهي عم تخونه. فهمتوا قصدي؟ المهم ركبت بسيارة جوسن، وكان سأل جوسن عن مين هاي المرة، فورد وقال إنها صديقتي.
بالطريق جوسن طلب منها إنها تروح معه على الشقة وتطبخ له، بس لما وصلوا نيان انصدمت لأنه كان العكس، جوسن هو اللي كان عم يطبخ لإلها. وبابتسامة غامضة شرح إنه الناس بتغري عن طريق المعدة ورح يطبخ لياخد قلبها، بمعنى تاني إنه هو لو طبخ لها وحبت أكله رح تحبه، بمعنى تاني إنه رح يكسب قلبها عن طريق الأكل. جوسن اعترف إنه هو تعلم يعمل هالطبق بس لإلها، أي وقت بدها تاكل من أكله رح يطبخ لها، وكان عم يستخدم طرق تانية كرمال يعطيها الأكل. المهم بهاللحظة اجتها مكالمة من أهلها، وقبل ما ترد على المكالمة جوسن رد على التليفون وتظاهر بأنه هو حبيبها السري. لما هي أخذت الموبايل كرمال تكلم أمها صارت متجمدة. أمها كانت كلش متحمسة وقالت لها إنها سعيدة لإلها لأنه جوسن أغنى وأقوى وأجمل من خطيبها السابق ب1000 مليون مرة. بطلتنا حاولت تنكر، بس بعدين وهي مكتربة طردته من شقتها وطلبت منه يوقف إنه يرسل هالحسابات التنازلية، وإنه ما يضل يبعت لها كل مرة بإنه ضايت لها 4 أيام أو 5 أيام، إنه خلاص يعني هي بتعرف. بالجامعة نيان كانت عم تدرس مع زميلها لما جوسن ظهر بأدب مزيف وطلب من الشاب يتركهم لحظة لحالهم. نيان اتذكرت فوراً كيف كان بحياتها الماضية متسلط لأقصى درجة، ما كان بيسمح لإلها تتقرب من أي رجال ثاني بدون إذنه لأنه كان كل مرة بيعصب زيادة. نيان كانت مفكرة إنه زميلها أكيد تعرض لتهديد من طرف جوسن، بس كانت الصدمة إنه هو ما تعرض لأي تهديد، وهون حست إنه كل الأشياء اللي كانت عم تصير معها بالماضي هلأ صار عكسها. حكى إنه جوسن عرض عليه فرصة يدرس بالمملكة المتحدة حتى ساعده يعمل شركة. نيان فهمت بإنه هالشي بدون شك استراتيجية ليبعده من قدامه، بمعنى إنه يبعده كرمال هو ياخد مكانه. بس كانت كتير محتارة لأنه هالشي ما كان أبداً طريقة لجوسن القديم اللي كان عنده كل شي وقوي وكان دايماً متسلط. بالليل اكتشفت بأنه تم تركيب كاميرات المراقبة بشقتها. ما كان لازم تحذر من وراء هالشي، بس هي كانت معصبة. راحت على بيت جوسن وصفعته، قالت له إنه أنت عم تتجاوز خصوصيتي، بس هو بدون ما يفقد هدوءه نفت تهم. بس نيان اكتشفت شي أسوأ، إنه كل الخطط اللي حكاها هو اللي خلى صديقها يغري أفضل صديقته لينظموا الموعد المزدوج، وهو اللي نظم اللقاء مع خطيبها وحبيبته. كل هالشي كرمال يخليها تضل جنبه. جوسن ما نفى، بالعكس نظر لها بتركيز وقال إنها مش بس جميلة كمان ذكية. طلب منها ما تعصب في كل مرة، بس نيان أصرت إنه يتركها بحالها. رده كان حاسم، هالشي مستحيل ولازم تحبه بالغصب. لما حاولت تروح منعها وقال لها بأنه هي اللي قارته بالأول وهي اللي خلته يحبها، وهلأ لازم تتحمل مسؤوليتها. هي هددته إذا ما تركها تمشي ما رح تشوفه مرة تانية، بس جوسن فكر شوي وتركها تروح. بس لما شافها عم تبعد همس إنه بده يقيدها بكل قوته، وبلش يتذكر الصفعة اللي أخدها. بالنسبة له كانت هاي علامة حب ومو علامة كره. صديقه حرفياً كان متفاجئ، علق إنه جوسن القديم الحسابي والبارد كان رح يقيد نيان بدون تردد، بس جوسن رد إنه دايماً كان هيك لطيف ساحر وعاقل، وكذبة واضحة كانت يعني بتغطيه مثل القناع. بعد شوي عرف إنه تشان ناوي يعرض خطوبة على نيان بموعد، وهلأ جوسن اتصرف واشترى الفندق كله ليخرب العرض، وبالسر أخذ نيان لغرفته وقبلها بقوة. وبهاللحظة وصلوا تشان ويونا على الباب مقتنعين إنه الاثنين كانوا مع بعض. جونا بخبث نادت ناس أكتر ليشوفوا الخيانة المفترضة ويخربوا سمعة نيان، بس جوسن أكيد كان متوقع كل هالشي. الفندق كان ملكه، كان بيعرف ممر مخفي بيوصل لسلالم الطوارئ. لما الباقيين دخلوا على الغرفة لقوه لحاله، وتشان حس بإحراج مش طبيعي واعتذر، وكانت نوعاً ما متفاجئة من لطفه. لما قبلوا بعض اكتشفوهم أهالي نيان. هالشي ما كان صدفة، لأنه جوسن أمر مساعده يجيبون كرمال يشوفوا هالمشهد. الخطة نجحت لأنه أهالي نيان وبخوها لأنها سمحت للرجال يدخل بيتها بالسهولة، وحذروها من العار إذا حملت بدون زواج. وبهاللحظة جوسن أعلن بأنه هو رح يتحمل المسؤولية وبده يتزوجها،
وورجى الخاتم يلي كان مخبيه من أول يوم عرفه. ونيان وافقت تتزوجوا بس بشروط إنها ما رح تصير ربة بيت ورح تشتغل بالشركة العائلية وسط رفقائها الرجال. وهون جوسن وعد إنه يدعمها وكمان ينقلها أملاكه. فقالت له إنه إذا خالف وعده رح تطلقه فوراً بدون تردد، وهو وافق ووعدها إنه رح يكون زوج صالح، مع إنه رغبته بإنجاب الأولاد أظهرت تناقض لأنه بحياته الماضية كان محتقر حتى الأولاد. بمر الأوقات والأيام والثواني والساعات، وهون بطلتنا خلاص بتبلش إنها تتقبل إنه حب جوسن مو حب طبيعي وهو حب تملك. وهون جوسن بيكون حرفياً محطم لأنه بيعترف بأنه هو عمره ما عرف يحب، ولهيك هي بعده كانت عم تهرب منه. الزمن كشف منعطف غير متوقع. نيان كانت حامل ووعدت طفلها إنها رح تكون أم أفضل من الحياة الماضية. بنفس الوقت جوسن دور على مساعدة طبية واعترف إنه عنده رغبة غير قابلة للسيطرة بالتمرك والسيطرة. الطبيب بشكل خاص قال لمساعده إنه جوسن مو مريض، إنه هاد بس قلبه الأسود. مع هيك هو استمر يروح على دكاترة نفسيين على أمل إنه يصير رجال طبيعي كرمال نيان تتقبل حبه، يلي أكيد ما يكون حب تملكي ومهووس ومريض أكيد. القدر رجع جمعهم من جديد بتخرج نيان، ولدهشته لقاها حامل مع إنها حاولت ترفض مساعدته. هو أصر إنه ياخدها على البيت وقال إنه الولد ممكن يكون للدكتور المفترض يلي هو في الواقع صديقة، بس نيان كذبت وقالت إنه الولد تبعه. بس نيان اقترحت إنهم يكونوا أصدقاء، بس هالشي ولع فيها أمل جديد. حاول يعرف قديش صار عمر الحمل. الدواء اللي هو عطاله إياها تبع منع الحمل ب6 أشهر الأولى كان هو اللي سببهم إنهم يفترقوا كتير أشياء. في يوم من الأيام سوى مقابلة وسألوه عن ليش ما عنده حبيبة. هو هون اعترف بأنه لا عنده شخص بيحبه، بس هالشخص مو موافق إنه هو يحبه. وهون نيان بلشت تفكر وتتساءل إذا هو عن جد تغير. الهدوء انكسر لما أم تشان كانت مغرومة بالانتقام بعد موت ابنها بالسجن. حاولت تدوس عن نيان، وبهاللحظة الأخيرة جوسن ظهر وأنقذها وكمان خطر بحياتها. تأثيرها هاللحظة سبب انقباضات بنيان، وانتقلت فوراً على المشفى وهنيك ولدت 3 أولاد. لما جوسن شافهم الوقت كأنه وقف، اتعرف عليهم كأولاده وتوسل نيان كرمال تتزوج، ووعدها إنه رح يكون أب أفضل. بعدها أم جوسن سلمت نيان دفتر سري لجوسن، ولما قرأته اكتشفت عمق مشاعره، ومن اللحظة الأولى كان واقع بحبها. عرف إنه عم تستخدمه، مع هيك اختار يضل لأنه كل اللي بده إنه هو يحبها عن جد. من خلال نيان وشو قرأته وشو شافت بالكتاب عرفت بأنه جوسن هو رجال فيه كل شيء، بمعنى أنه فيه الحب والهوس وبين الرغبة والتملك والحاجة للتفكير عن نفسه. ومن خلال هالكلمات نيان فهمت إنه هو عن جد بيحبها، ومع هيك سامحته. أخيراً قبلت تتزوجوا، وجوسن كان حرفياً متأثر ووعدها إنه رح يكون أحسن زوج وأحسن أب ل3 الأولاد تبعه. بس هي حذرته إنه إذا عاملها في يوم من الأيام بطريقة غلط رح تطلق منه فوراً بدون تردد. وهون جوسن قال لها بأنه هو أكيد ما رح يسمح لأنه يجي لهذا اليوم، لأنه بالتأكيد رح يعاملها بطريقة منيحة. هيك بيكون خلص ملخصنا اليوم. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. لو كنتوا في مكان بطلتنا انتوا شو كنتوا رح تسووا مع جوسن. وبس نلتقي بالملخص الجاي بإذن الله. باي باي، بحبكم كتير كتير.